تعال اقول لك هنعمل الحركه دي ازاي. اللون ده واللون ده واللون ده واللون ده زي ما انتم شايفين كده. يلا بينا على الشرح. طبعا الشرح هنزله كامل على اليوتيوب للناس اللي بتسأل. ويلا بينا. طبعا يا اخواتي هنبدأ ان احنا ندخل على كاب كات، بس قبل ما اعمل اي حاجة تعال اقولك ازاي تفتح قناة التليجرام وقناة اليوتيوب، عشان في ناس كتير مش عارفة تدخل عليهم. طبعا انا عندي صفحة على التيك توك، هتبدأ انت تدخل عليها كده. عندك هنا مكتوب كلمة المزيد اللي هي دي، او اللي هو الرابط ده كله عامة، يعني انت عشان تبقى فاهم يعني. تمام، هتبتدي انت تدوس ايه على كلمة المزيد. تمام، هيبدأ يطلع لك رابطين اتنين. الاولاني ده يا جدعان، ده بتاع التليجرام. تمام، وده التاني اللي تحت ده اللي انا معلم عليه باللون الاحمر ده بتاع اليوتيوب، عشان الناس اللي بتسأل. اه يا جدعان، عشان يبقى الكلام قدامكم، ده بتاع التليجرام واللي تحته بتاع اليوتيوب، عشان محدش يبعتلي يقولي ازاي ادخل عليهم تاني. اديك شفت كلمة المزيد، عندك هنا اول واحد ده التليجرام والتاني ده اليوتيوب. وبس كده يا اخوات، ويلا بينا نكمل الشرح بتاعنا. طبعا هتدخل على التليجرام، هتبدأ انت تضيف الفيديو من غير اي حاجة. طب انا هضيف لكم الفيديو دوت عشان اعلمكم بطريقة بسيطة. انا كنت ممكن احط لكم فيديو تاني، بس انا هحط لكم الفيديو ده عشان بس تكون الطريقة بسيطة وسهلة وواضحة قدامك. تمام، اول حاجة هتبدأ انت تعملها، هتبدأ انت تعمل تكرار للفيديو الاصلي. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. طبعا يا اخوات والله تعبان وبعمل لكم الفيديو ده. انا ان شاء الله هننزل فيديو شرح كل يوم جمعة وتلات. ان شاء الله هننزل فيديو شرح كل يوم جمعة وتلات، عشان الناس اللي هتسأل. طبعا انت بعد ما تعمل تكرار للفيديو الاصلي تبدأ انت تعمله تراكم. تمام، هبدأ ان انا هنرجع دي كده. ماشي، زي ما انتوا شايفين كده يا اخواتي. احنا خلينا الفيديوهين تحت بعض. هتيجي هنا هتعمل ايه؟ هتعمل ازاي خلفية، هتعمل ازاي الخلفية دي. تمام، هنستنى بس دقيقة قبل ما ازاي الخلفية تخلص وهنرجع لكم تاني. ثم إزالة الخلفية يا اخواتي زي ما انتوا شايفين. طبعا يعمل ايه تاني؟ يا مزيكا هقولك هتعمل ايه. هتبتدي ان انت تيجي هنا تضيف تراكم، هتيجي تضيف كلمة تراكم دي زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ ان احنا نختار كلمة الصور. تمام، هنبدأ ان احنا نختار الحاجات دي. انا منزل دول، يعني الالوان ده انا منزله في قناة التليجرام يعني عشان الناس اللي هتسأل. طبعا الفيديو كامل هيبقى على اليوتيوب، عشان الناس اللي هتسأل الفيديو كامل هيكون على اليوتيوب. تمام، هنبتدي هنا بقى ان احنا نظبط اللون. طبعا هنعدي تعال اقول بس لك هنعمل دي الحركه دي ازاي. زي ما انتوا شايفين كده، بس هنظبط الفيديو تعال اقول لك هنعمل الحركه دي ازاي. اللون ده زي ما انتوا شايفين. من هنا هتبتدي انت تعمل ايه؟ هتيجي هنا على كلمة طبقة وهتخلي طبقة تانية. تمام، هيبدأ معاك الفيديو بيظهر معاك بالشكل ده. هتيجي هنا تيجي على كلمة وصل، تبدأ انت تختار زيادة دي أو كلمة حرف، حاجة من الاتنين يعني. المهم انت هتلاقي الفيديو ظبط معاك. تمام، عندك ده أول لون. ازاي. اللون ده واللون ده. تمام، تاني لون بيبقى ازاي برضه نفس الحكاية. هيبدأ ان انت مثلا تضيف اللون الأخضر زي ما انتوا شايفين كده. تمام، تبدأ انت تضيف اللون الأخضر كده. نفس الحكاية، تيجي ان انت تعمل طبقة، هتخلي الورا. تمام، هتبدأ ان انت تيجي هنا على كلمة وصل وهتختار ايه؟ حركة تباين أي حاجة، يعني هي بتبقى حركة عامة. تمام، على حسب بقى الإضاءة بتاعة الفيديو بتاعك وجودة الفيديو. زي ما انتوا شايفين هيبقى الفيديو بالشكل ده. واللون ده واللون ده. هنجيب كمان لون معاهم. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. مثلا نجيب اللون اللي هو اللون الأحمر، عشان في ناس كده سألت عليه. نفس الحكاية، كلها هي فكرة واحدة، يعني هو كلها طريقة واحدة، بس هي فكرة الفيديو بس اللي بتختلف. يعني انت ممكن تعمل فيديو عليه زي علي أمان زي جمال عبد الناصر، بس هي كلها حركة واحدة وفكرة واحدة. انت فاهمين؟ يعني هي كلها واحد. بس هو بقى ايه، انت بقى الفنان انت بقى في الفيديو انت هتعمله. انت فاهمني؟ يعني مثلا هتبقى كده مثلا اللون ده كده زي ما انتوا شايفين. واللون ده واللون ده زي ما انت. اللون ده كده اهو. بس هتيجي تلاقي الفيديو ماشي الحركه معاك دي كده. ازاي. انت فاهم؟ اللون ده واللون ده واللون ده طبعا انت بقى ايه، مش عاوزها مثلا بالشكل ده، عاوزها بشكل شياكة شوية. هقولك هتعمل ايه. هتبتدي انت مثلا ايه، تيجي تحدد اللون كده. تيجي هنا على كلمة
رسوم متحركة دي. هتبدأ انت تحدد ايه اختفاء تدريجي، والكلمة اللي خارج تخليها ظهور تدريجي. بس قول له هتلاقي ده الفيديو بص بقى معاك ماشي ازاي، ازاي. شياكة كده، قول له ده حاجة شياكة كده. قول له ده. انتوا فاهمين؟ هتبتدي انت تعمل في كله كده، تمام، زي ما انتوا شايفين كده اخواتي قول له ده كده، قول له ده. زي ما انتوا شايفين. طبعا كلها حاجات بسيطة جدا يعني، حاجات مش محتاجة يعني، انتوا فاهمين؟ اهي بس كده قول له ده. خلصت كده الألوان. كده احنا ضفنا الألوان في الخلفية. الناس دي تعال اقول لك هنعمل بتسأل الحركه دي ازاي. الألوان في الخلفية بتنضاف كده، عشان في ناس بتقول الألوان بتيجي علينا مش بتبقى مظبوطة. لأ، انت شوف كده تمام، وتابع الفيديو واحدة بواحدة وانت تفهم. قول له ده قول له ده قول له ده قول له ده زي ما انتم شايفين زي كده. ما انتوا شايفين كده. طبعا عملت لكم الألوان كده تمام. نيجي بقى للحركة التانية، ازاي اغير لون الجسم من غير ما اغير لون الخلفية. دي بقى اللي الناس كلها عاوزاها. تمام، طبعا الفيديو كامل هيبقى على اليوتيوب. الفيديو هيبقى كامل على اليوتيوب عشان الناس اللي هتسألني في الكومنتات، الفيديو هيبقى كامل على اليوتيوب. نبدأ ان احنا نطلع من هنا، تمام. هيتحفظ معانا مشروع، تيجي تضيف مشروع جديد وهتيجي تضيف الفيديو اللي هو ده، تمام، اللي هو انت عامله، تمام. هتيجي على الفيديو وهتعمل ايه، هتيجي تضيف تراكم، ماشي، هتيجي تضيف صورة. هتضيف انهي صورة بقى؟ هنضيف مثلا دي، تمام. هتكبر الصورة كده بطول الفيديو، ماشي، وتخليها ايه قد طول الفيديو كده كله كامل. وبعدين تقوم جاي عليها كده وعامل لها ايه، عامل لها كلمة وصل، وعامل لها كلمة حائط دي، حائط، عايز تعمل لها حائط زي التباين، اللي يعجبك بقى، انت فاهم، اللي يعجبك، تعال اقول لك هنعمل اللي يشتغل الحركه دي معاك ازاي. اعمله. زي ما انتوا شايفين احنا مثلا حطينا اللون ده، اللون البرتقاني ده، زي ما انتوا شايفين كده. هتبتدي انت تيجي فوق هنا هتعمل تصدير للفيديو للحتة دي. خلص بس تصدير وارجع لكم تاني عشان وقت الفيديو ما يطول. بعد ما اخلص معانا تصدير كده زي ما انتوا شايفين، تبدأ انت تطلع من هنا، تطلع تاني، تطلع تاني، تجيب الايه المشروع التاني اللي هو ده، اللي احنا ضفنا فيه الالوان في الاول. تعال اقول لك هنعمل الحركه دي ازاي. اللون ده تمام. هتيجي بقى هنا ايه، انت مثلا في لقطة في الفيديو عاوز تعملها اللي هو لونك انت يتغير من غير ما تغير لون الخلفية، تبدأ انت تضيف اضافة ترقب، تمام. وهتضيف الفيديو زي ما انتوا شايفين كده، بس هتخلي الفيديو بمقاس الفيديو التاني. بس هو دي الفكرة كلها. بص بقى اقولك هتعمل ايه، هتبقى ماشي كده 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 كده، بس كده بطول الفيديو. ازاي. اللون تيجي هنا مثلا ايه عند بقى الحركة اللي انت عايز تعملها هنا مثلا، قول تيجي ان انت تبتدي هنا، بص على النص هنا كده زي ما انتوا شايفين. اللون هنكمل ده زي ما انتم شوية، شايفين كده. يلا بينا على الشغل. طبعا نكمل كده زي ما انتوا شايفين لحد هنا مثلا، تمام. نص الباقي. طبعا لسه برضو ايه، انت بتقولي لسه الخلفية معمول، استنى بس عليا. هتيجي هنا تعمل ازالة للخلفية للحتة دي، تعمل لها ازالة خلفية زي ما انتوا شايفين، خلفية اتشالت. تعمل ايه بقى؟ هقول لك انا، استنى عليا. تيجي هنا تدوس على دي كده برضه نفس الحكاية، هتعمل رسوم متحركة، هتختار انت اختفاء اللون ده زي ما تدريجي، وهتيجي هنا على زاوية تدريجي، بس وخلصت الحكاية. وهذا زي ما انت شايف، بص الفيديو اهو. واللون ده واللون ده زي ما انتم شايفين كده. يلا بينا على الشغل. طبعا الشرح هنزله كامل. زي ما انتوا شايفين اخوات، وهي دي الحركة. انت بقى عاوز تضيف لون تاني، لون اخضر مثلا، عادي هتعمل نفس الحكاية، بس هتيجي هنا مثلا هتعمل نفس الحكاية، هتشيل دي، هتشيل ده، هتشيل اللون البرتقاني مثلا، ماشي، انت عاوز لون اخضر، هتيجي تختار ايه، صورة اللون الاخضر اهي، هتيجي تختار دي مثلا اهو، زي ما انت شايف كده. تظبط انت بقى الالوان. ودي تبقى نهاية الفيديو النهاردة يا اخواتي. لو انت على قناة اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو. لو انت على التيك توك، غالبا الفيديو مش هينزل كامل لحد هنا على التيك توك، فما تنساش تعمل فولو ولايك للفيديو. ومع السلامة احلى اخوات في الدنيا، وانتظروا شرح جديد يوم التلات اللي جاي ان شاء الله، ومع السلامة.